بعد الاطلاع على بعض التفاصيل في القضيه، لانه احنا كنا نعلقوا عليها القضيه، الناس كل تعلق عليها من بعيد وعلى حسب المعطيات الموجوده ولا المتداوله. لكن الحقيقه بعد التعمق في التفاصيل الاكيد انه الوثيقه كما قلت انا قبل وباش نعاود، الوثيقه هي وثيقه مدلسه، ولكن بالمعطيات الموجوده في الملف، فانه الظاهر والثابت انه يوسف في الحقيقه ما عندوش علم بوجود هذا التدليس في الوثيقه هذه اللي وقع تقديمها حسب المعطيات اللي شفنا. ما نجمش ندخل في التفاصيل لانه الموضوع هذا قضيه منظوره. اكيد انه المحاميه نتاع اللاعب باش تقوم بما يلزم من التاس لاثبات اول شيء انه ما فماش علم، ما فماش ركن قصدي في المخالفه هذه. ثانيا بالمعطيات والوقائع اللي موجوده، اعتقد انا جازما انه الملف هذايا باش يكون فيه عقوبه لن تتجاوز 6 مباريات في الاخير امام التاس. تبقى وقتاش وكيفاش باش تحكم في التاس، اليوم راهو القرار مازال ما وصلش محيث من طرف الفيفا، دونك ما تنجمش تستينف انت قبل ما يجي القرار تقريبا 5 ايام التالي مازال القرار ما وصلش محيث للاعب والمحامي نتاعو. اول ما يوصل بالطبيعه باش تحل اجل الاستئناف، ووقتها نمشيو نجموا نحكيو على ملف امام التاس، نشوفوا ان شاء الله الفيفا تتعامل معاه بسرعه.